عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هل رسول الله داخل في الآية أم خارج؟ لا، خارج الآية. الرسول طاهر مطهر. أحسنت. إذا الله عز وجل أراد بهذه الإرادة أن يطهر زوجات النبي دون النبي، فإن النبي غير مطهر وزوجاته مطهرات. النبي طاهر، لا شكرا يحتاج جزيلا. للطهارة سيدي الكريم. النبي طاهر. أخونا العزيز، من أين عرفت أن النبي طاهر؟ يلا اعطينا آية قرآنية تقول أن النبي طاهر. جميل جميل جميل. سيدي الكريم، عندما تنزل عليك أنت آية أو سورة قرآنية، زين، تنزل عليك وأنت على طهارة أو أنت غير طاهر. يا عمي دعوف هذا الكلام الإنشائي، تفضل انطينا آية تدل على أن الرسول. ليش دعوف؟ أستاذ أبو غيث، أبو غيث أنت أثبت. اسمح لي مو هيك الحوار. يا اخي اسمعني الحين صرت لي استاذنا العزيز. اي ماكو مشكله. ليش تهربون يا عمي ما جاي اهرب. انت الان طهرت زوجات النبي بدليل قراني ولم تطهر الرسول بدليل قراني. من اين اتيت يا عمي شوي اهدأ استاذنا ابو غيث. من اين اتيت يا عم؟ اصبر. سورة ألم نشرح لك صدرك ألا تكفي؟ اهدأ الله يحفظك. زين تفضل. تمام. راح نسألك سؤال ثاني بنفس الآية. عندما قال الله عز وجل إنما يريد، هل هذه إرادة تكوينية أم تشريعية؟ سيدي الكريم هذه يلا جاوبني. لحظة. أنا سألتك سؤال، أنت الآن تهرب من سؤالي. ما هرب من سؤالي. أنا سألتك سؤالي. أنا أول بداية خرجت الرسول من آية التطهير. هل كلام ربنا عز وجل هل كان يخص الرجال أم يخص النساء؟ كان يخص النساء. كان يخص فاطمة والرجال الذي كانوا مع فاطمة. هل علي كان يتبرج؟ هل الحسين كان يتبرج؟ يا عمي يلا انت جيت. يا عمي ايش بيك؟ يا رجل انت سألت السؤال. اصبر خليني اجاوب. السيدة زينب عليها السلام ليست في حديث الكتاب. هذا كتمو خليني نحكي. يلا كافي اسكت خليني نجاوبك. اذا تقول ان السياق ايش بيض لك، احترم نفسك. حظك انت وحظ حتى عائشة وحفصة. شوي صير محترم. وينك قاعد تجي تحاور؟ عندما تقول